إبرة وشرائط ذهب أو فضة، ونسيج شبكي أسود أو عاجي اللون. هذا هو كل ما تحتاجه المرأة الأسيوطية المصرية لتزيين الطرح والشالات والأثواب التي تفتن الناظرين إليها بموتيفات تعيد الأسطورة إلى الحياة. والتلي هو مصطلح عربي يعني شبك بالمعدن، وقد صنع التلي الأسيوطي في منطقة أسيوط منذ أواخر القرن التاسع عشر، على الرغم من أن المفهوم يعود إلى مصر القديمة، والعمل مذكور حتى في الكتاب المقدس. كما تم العثور على أمثلة على ذلك في مقابر المصريين القدماء، وفي معظم الحالات كان الخيط المعدني من الذهب. الرموز المشغولة على النسيج الشبكي هي من البيئة المصرية، ومنها ما هو ذو بعد حضاري، أي أن بعضها مصري قديم وبعضها الآخر قبطي. ومن أشهر الرموز تلك الخط المنكسر الذي يرمز لنهر النيل، والمثلث الذي يرمز للجبال التي تكثر بين أسيوط وسوهاج موطن فن التل. الصليب القبطي أو المنجل، العروس، الشمس، المحمل، الشموع، الجمل، البيت، حقول القصب وغيرها هي أشكال مشغولة على التول، وتقص على الناظرين حكاية انتقال العروس من بيت أهلها إلى بيت العريس. هناك جهود حثيثة لجعل التل من التراث العالمي المسجل لمصر.